السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل وبارك عليه. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل احلى واسهل واطعم كسكسي ممكن نعمله، فهنعمله في اقل من نص ساعة. هنعمل احلى طبق كسكسي بالسكر والسمنة، ولو عايزين نضيف لبن كمان عشان تبقى وجبة غذائية متكاملة. ممكن نعملها لاولادنا وحبايبنا في الفطار، ممكن نعملها في العشاء. يعني هي وجبة غذائية، وممكن هو كحاجة حلوة بنقدمه. فكسكسي من الحاجات الجميلة اللي كلنا بنحبها. متنسوش يا حبايبي قبل ما تبتدي الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة وشيروا لحبايبكم واصحابكم. المقادير بتاعتنا سهلة وبسيطة زي ما اتعودنا. هنجيب كيس كسكسي من السوبر ماركت، ده الكيس ده كيلو، ممكن في كيس تاني 450 جرام. كل أسرة هتجيب حسب ايه عدد أفرادها. يعني الكيس ده الكيلو دوت بيطلع لنا حوالي في الآخر بعد ما يستوي حوالي 2 كيلو. بطريقة سهلة وبسيطة. الكيس ده حوالي 6 كوبايات، كل كوباية بتاخد حوالي 3/4 مية. هو مكتوب عليه كل كوباية هتحطي معلقتين سمنة. طبعا كتير قوي، المادة الدهنية ديت هتبقى كتير قوي، فاحنا هنعمله بطريقة اسهل بكتير من اللي هما بيعملوها اللي مكتوبة على الوصفة على الكيس. فهنعملها في حلة البخار. حلة البخار او حلة الكسكسي زي ما انتم شايفين، دي حلة عندي معتقة من زمان اهي. هنحط كده حوالي تلتها مية واهو تلتها ميه. تمام، هي بنوريكم حاله جوه. ممكن بقى لو ايه، وبص الحله من جوه بتبقى مخرمه ازاي، خرومها حتى صغيره جدا. طب لو انا ما عنديش حله البخار او حله الكسكسي اعمل ايه؟ هجيب مصفى كده واجيب حله تحتها. المصفى ايه تكون تتعشق في الحله، يعني المصفى بتبقى اصغر من الحله شويه، وعشقها في الحله واجيب لها غطا مناسب، وتبقى كده انا عملت حله بخار او حله كسكسي. تمام، اهي الحله بتتعشق بير كده، بسم الله ما شاء الله، وتبقى تمام. ماشي كده. بعد كده ابتدي الكسكسي بتاعي اهو زي ما انتم شايفين. قلت لكم في حوالي 6 كوبايات. انا هستخدم ايه؟ كله 6 كوبايات. كل كوبايه زي ما اتفقنا قلنا عليها 3/4 كوبايه ميه. بس احنا هنعملها بطريقتنا احنا، مش بطريقه الكيس، عشان طريقه الكيس ماده دهنيه مستخدمين فيها ماده دهنيه كتير قوي. تمام، وهي خلاص كده كمان كده ال6 كوبايات تمام. اللهم صل على النبي، اللهم صل وبارك. ماشي. بعد كده بقى ايه؟ اللهم صل على النبي. هنجيب بقى ربع معلقه لا اقل من ربع معلقه ملح ونضيفها، وهنحط حوالي تلت كوبايه زيت. بس زيت يكون ايه نضيف كده ملهوش ريحه، ويكون نضيف وحلو عشان الكسكسي بتاعنا يبقى طعمه حلو، لان ده حاجه حلوه كمان. ونحط كده حوالي تلت كوبايه ونقلبه. وبعدين هنجيب اول بقى ايه، اول 3/4 كوبايه ميه، وهنضيف مش هنضيف الميه كلها مره واحده، 3/4 واقلب. تلاقي بقى ايه، وادخل الهواء فيه بقى، ادخل كده بين صوابعي الكسكسي عشان ايه ادخل فيه الهواء واخلي الحبيبات بتاعتي تكبر. كل ما هضيف كوبايه الا ربع ميه هتلاقي الحبايه نفشت معايا اكتر. تمام، وافضل بقى اقلب لحد ما اخلص ايه الميه كلها. اجي اخر ساتت، لو ما 6 كوبايات يبقى ال3/4 الاخرانيين اللي هم السادس مره ومش هحطهم، لان بص الكسكسي حسيت ان هو خلاص بقى لين في ايديا في ايدي قوي كده، فمش هقدر احط الميه تانية عشان ما يعجنش مني. وبعد كده وهو على النار اما يبتدي بقى ايه يبتدي يستوي، هلاقيه محتاج لو احتاج الميه دي احطها، واحتاجها فعلا وانا حطيتها. ماشي، وهفضيه في حله اهي، حله البخار زي ما انتم شايفين، واروح حطاه. بس يفضل لما تستخدمي تعملي انت حله بخار بنفسك، استخدمي مصفى يكون خرومها رفيعه مش واسعه، عشان الحبيبات الكسكسي ما تنزلش منها زي الحله دي بالظبط. تمام، وهنحطها اهو بسم الله ما شاء الله. طب لو عندك خرومها واسعه يبقى حطي شاشه وبعدين حطي فيها الكسكسي، يعني احنا هنتصرف، لازم يبقى عندنا بديل ان شاء الله. وهنحط نغطي بقى الكسكسي، بس لازم نواري بالحله عشان الكسكسي بتاعي ما يعجنش. واقلب فيه مره ولقيته ان نحتاج ال3/4 الميه حطيته اهو لحد بقى الكسكسي بتاعي كده بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وبارك، استوى اهو وبقى مفلفل والحبايه بحبتها وعلى الاكل زي ما بيقولوا ما شاء الله.
مليت الطبق زي ما انتوا شايفين. طبعا بتغرفي على قد ما انت عايزه بقى، كل واحد عايز طبق كبير طبق صغير، بتحطي اللي انت عايزاه. هتحطي معلقه، حوالي معلقه سمنه بلدي كده مليانه كده صغيره، او عايزه تحطي اكتر حطي، دي حاجه براحتك. وحتى البخار طالع اهو، هتقلبيه، هو السمنه هتسيح اوريدي من البخار، مش هتحتاجي انك تسيحي السمنه. وبعد كده بقى نبتدي تحطي بقى سكر بودر او سكر خشن اللي انت عايزاه. يفضل سكر بودر. وبعد كده لو عندك اي شويه مكسرات، جوز الهند، سوداني، زبيب، اي مكسرات من رمضان، زوقي بقى الطبق بتاعك. ما عندكيش مكسرات خالص، هو اللهم صل وبارك، الف هنا وشفا، هو مش محتاج. ولو كمان عايزه تخلي الوجبه الغذائيه بتاعتك متكامله اكتر لولادك وحبايبك، ممكن تحط عليه لبن، ودي حاجه اختياريه. وبس، والف هنا وشفا. مننساش يا حبايبي واحنا كده بنقول الدعاء: اللهم الطب بنا وبعبادك المستضعفين في كل مكان، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت يا رب العالمين، يا مغير الاحوال غير حالنا لاحسن حال. بسم الله ما شاء الله، الف هنا وشفا، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. مفيش اسهل من كده واحلى من كده. يا رب لو الفيديو عجبكم تشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم، ولايك وشير، وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع سلوى محمد.